ازيكم عاملين ايه؟ نعمل النهارده مع بعض البقلاوه او لقمه القاضي او زي ما بتسموها بطريقه سهله وبسيطه خالص. وطريقه التحضير بتاعتها سهله جدا ومبتاخدش اي وقت خالص. يلا بينا بقى نشوف ايه هي المقادير اللي معانا. معايا كده كوبايتين من الدقيق، حط عليهم رشه من الملح، وهاتي معلقه سكر، حط عليهم معلقه سكر كمان، وهاتي كيس من الخميره الفوريه حطي برضو عليهم بما يعادل، لو انت عندك الخميره الفوريه سابه يعني معلقه كبيره. وكمان انا حطيت معلقتين نشا، بس انا ما ظهرتهمش معاكم، بس افتكري حطي معلقتين نشا. وقلبي المواد الجافه مع بعضها. وكوبايه القهوه الصغيره دي جيبي ربعها زيت كده، يعني حوالي من 5 ل6 معالق زيت حطيهم برضو، وميه العجين. الميه تكون دافيه. انا بقى مش هقدر احكم معاكي مقدار الميه، ليه؟ لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. في دقيق مهما تحطوله ميه يقبل معاكي، يقبل الميه ما يسيبش ويقطع عرق بسرعه. وفي دقيق مجرد ما تحطيله شويه ميه او كوبايه ميه خلاص ما يتحملش ميه تاني وما يقبلش ميه تاني. فالميه دي بترجع من نوع الدقيق للتاني. خلاص. فانا هنا الميه مش محدوده معايا، انا معايا ميه دافيه وخلاص، وبحط فيها بالراحه شويه بشويه زي ما احنا متعودين، لحد ما العجينه اللي معانا دي تفك خالص، ميبقاش فيها اي تكتلات خالص. شايفه هي كده فكت، بس انا برضو عايزاها اخف شويه كمان. يعني هي تبقى مثلا زي عجينه ايه، مثلا تبقى اتقل من عجينه الكريب شويه. شفت عجينه الكريب يعني هي تبقى اتقل منها شويه. فانا هنا بحط سنة مية بسنة مية علشان خاطر الدنيا ما تتبهدلش، والدقيق يسيب معانا ويبقى عبارة عن مية. فانت شوية بشوية كده، واهم حاجة قلبي كده بالمعلقة او بالمضرب اليدوي كده كويس، علشان خاطر ما يبقاش الخليط اي تكتلات من الدقيق. قلبي على قد ما تقدري. وزي ما انا قلت لك الميه شويه بشويه، وانا برضو بوريك القوام الوقت عامل ازاي علشان انت ما تحطوش ميه كتير وتخليها سايله او خفيفه. عجينه لقمه القاضي يا جماعه او البقلاوه ما بتبقاش خفيفه قوي، ما بتبقاش خفيفه زي الكريب، هي بتبقى اتقل من عجينه الكريب بشويه. هنفضل بقى قلبي قلبي قوي كده لغايه ما تحس ان العجينه اتضربت ونعمت معاكي كويس جدا. شايفه هو ده كده قوامها. انا مش هحط ميه تاني بقى، لان هي خلاص كده بغطيها بكيس وبفوطه نضيفه، او حط عليها طبق وسيبيها في مكان دافي علشان خاطر تعمل فوم معانا وتخمر. تعالي بقى عقبال ما هي تخمر تعالي نعمل الشربات، اللي هو عبارة عن ايه؟ عن 3 كوبايات من السكر وعليهم 2.5 كوبايات من المية. طبعا لقمة القاضي دي من احلى الحلويات، خصوصا لما تبقى كده قلبها مفتح من جوه كده ومستوية مش عجين، بتبقى رهيبة جدا. يبقى 3 كوبايات من السكر عليهم 2.5 كوبايات من المية. الاول بس كده هعصر ليمونة، حشي البذر منها واعصري الليمونة. اجيب بقى نص كوباية تاني، شيليه وارفعيه على النار، ما تقلبيش خالص. اول ما بيغلي كده، يعني هو غلي معايا زي ما انت شفت كده 10 دقايق بعد الغليان، وبطفي النار عليه وبركنه في جنب علشان خاطر يهدى شوية معانا. تعالي بقى نرجع للعجينة بتاعتنا تاني، نكشف كده ونشوف. ما شاء الله، شايفة العجينة عملت فوم عالي ازاي، خمرت، وده المطلوب. شايفة؟ والفقاقيع دي يعني هي خمرانة كويس جدا.
بهبطها بقى، هبطي كده العجينة دي قلبيها علشان تهبط معانا. طبعا ومعانا زيت سخن على النار. تعالي بقى اما اقولك طريقة التشكيل دي، في اكتر من كذا طريقة ان انت تشكلي بيها، بس لابد واحدة تطلع معانا معوجة، واحدة تطلع مدورة، واحدة تطلع مش عارفة ايه، يعني لازم تطلع معانا كلنا كده. انا هنا بقى المعلقة بتاعي اللي هو المعلقة المعيارية الصغيرة دي اللي انا هشكل بيها. ده الزيت اهو. الاول ببل بس المعلقة كده من الزيت، وباخد من العجين في المعلقة وبحط في الزيت. انا طبعا انا ما كنتش مالكة ان انا اصور كويس الخطوة بتاع البوتاجاز وبتاع التلقيم، ان انا اخد من العجين احط في الزيت، علشان خاطر انا كنت بصور ماسكة التليفون بايدي، وما كنتش مالكة خالص، التليفون كان بايد والايد التانية شغالة، فما كنتش عارفة اصور الحتة دي كويس. فانت هنا بتعكي المعلقة زيت كده، بتبليها زيت وتجيبي من العجينة تحطي في الزيت. وممكن كمان حاجة تانية هقولك برضو على خطوة تانية الوقت. في الاول كده ده اللي انا عملته، بياخد لون طبعا وبنقلبه على الناحية التانية. شايفة الفراغات اللي فيها دي؟ يعني قلبها مش معجن، قلبها هش جدا وخفيفة جدا جدا، خفيفة يعني جدا، وطعمها بصراحة جميل جميل جميل، تستحق التجربة فعلا. تعالي بقى اما اقولك على الخطوة اللي هي التانية اللي انت تقدري تشكلي بيها، اللي هو ايه، ممكن تحطي العجينة في كيس حلواني وتقصي بالمقص حتة من الطرف كده خالص وتشكلي برضو بيها، وممكن بالمعلقة زي ما انا عملت، وممكن تشيلي شوية من العجين في ايدك كده وتاخدي من ايدك كده بالمعلقة. بس انا الحقيقة زي ما انا قلت لك كنت بصور على نفسي وما كنتش مالكة خالص ان انا اصور الخطوة دي كويس معانا. انا كده خلاص خلصت كل الزلابية اللي معانا، عملتها وخلصتها، وبطلع من الزيت في الشربات على طول. طلعت بالشكل اللي انت شايفاه ده، جميلة جدا جدا، والله العظيم طعمها تحفة، جميلة جميلة جميلة. بس طبعا زي ما انا قلت انا ما كنتش مالكة، لازما واحدة طلعت معوجة، واحدة طلعت مدورة كويس، واحدة يعني، لان انا كنت بعمل الموبايل في ايد والايد التانية كانت بتلقم في قلب الطاسة. بس المهم في النهاية ان هي طلعت احلى بقلاوة او احلى لقمة القاضي. الطريقة سهلة، واهم حاجة العجينة، اهم حاجة العجينة تنجح معاكي زي ما انا كنت عاملاها في الاول. العجينة ناجحة 100%، والطعم ما اقولكيش، جربي، بس جربي بنفس العجينة اللي انا عملتها وبنفس الخطوات بالظبط. ويا ريت بقى لو الفيديو عجبك ادعميني بلايك واشتراك للقناة.